بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزيزاتي. فيديو اليوم يعني ما يحتوي فد موضوع تحفيزي، مجرد حبيت أشارككم شكل البلابة اللي أنا زارعتها بالمطبخ. كانت صغيرة من أول ما فتحت القناة. دا أخذ لقطات من فيديوهاتي وهي كانت الزرعة صغيرة، ما يتجاوز ارتفاعها 10 سنتيمتر. أخذتها من المشتل 3 سندانات صغار، وبسبب الرعاية المستمرة بدأت تكبر، تزود فروعها وتتسلق. هنا بشاركتكم هذا الفيديو أخذت مقتطفات من عنده، كنت دا أنظف الأوراق بالحليب حتى أفتح مساماتها. ونقدر بالبخاخ يضيفون هم مواد للأوراق مغذية، نشتريها من المشتل. الزرع يحتاج لرعاية مستمرة وانتباه. بعدين حبيت أغير السنادين البلاستيك بسنادين أحلى. هذا فيديو منزلت لكم إياه على الشورت. نقلتهم البلابات بسنادين زجاجية عبارة عن براكيتر، غلقت الفوهة وتركت له تصريف. بس كنت كلش خايفة من دا أحولها، لأن الزرعة كبرانة، فخفت تتلف. بس أنا قبل لا أتصرف أي شيء أسأل حتى أحافظ على زرعاتي. على الغالب الزرع الطبيعي اللي بداخل المنزل يخلوله بتموس، نسبة قليلة من الزميج، وبعدين الأكثر هو 3/4 السندانة بتموس. هنا صار شكلها النهائي. صحيح أحلى هاي السنادين، لكن ما اقتنعت بيها. السندانة يحتاج بين فترة وفترة أخذ من عندها طبقة التراب بالسقي، يصير بها أملاح حتى أغيرها بتراب جديد أو بتموس. لذلك نقلتها للمرة الثانية بسندانة بلاستيكية، لكن هالمرة أكبر، وسويت لها هذه الحبال شكلها يتناسب ويا السندانة مستطيلة حتى أعلقها وأبعدها عن حرارة الطباخ. مع هذا بعد فترة لاحظت أنه أوراقها بدأت تصفر، فسألت شنو السبب. قالوا لي بما أنه هي دا تتسلق وأغصانها دا تمتد، فبهالحالة تحتاج تغذية أكثر. لذلك نصحاني بإضافة مكون، ما أعرف إذا راح تستغربون من عنده لو سامعين بي من قبل. المكون هو عبارة عن حباية براسيتول، نطحنها ونضيفها للماء اللي ناويين نسقي بيه الزرع. فسويت مثل ما قالولي، طحنت البراسيتولة وضفتها على الماء وبديت أسقي البلابة. بما أنه اقتنعت بهاي الفكرة، فرحت على السنادين الموجودة بالهول، قلت خلي أسقيها همينة فد مرة، بما أنه هذا مكون يعني مغذي. اكتشفت هاي المعلومة، فشنو المانع أسقي باقي الأصناف من الزرع، يعني مو إلا أنتظرها إلى أن تصفر. هي غذاء ورعاية للزرع. هنا عندي رجل البطة، وهذه نوع من أنواع جلد النمر، بس هذه موصيني أسقيها بالشهر مرة، لذلك أنا مجرد دا أرشها بالبخاخ. وهي همينة فرصة ننظف الأوراق من الأتربة والغبار اللي يصير بالجو. لاحظوا بعد فترة شلون الأوراق نمت ما شاء الله، والأغصان يعني نطتني نتيجة زينة هاي الطريقة. لكن أنا بالخطأ بدون قصد من عندي انقطع واحد من هذه الفروع، وحتى لا أخسره قلمته بهذا الشكل وخليته بالماء حتى أنتظره يجذر. هي بين كل فترة وفترة احنا دا نحب نكاثر البلاب، نقلمها بهاي الطريقة، نقطع أغصان ونخليها تنقع بالماء يتجذر. تقريبا ويا كل 3 أغصان 4 نحصل لنا واحد هو اللي ينمو، مو كلها تنجح، بس هي طريقة هاي التكاثر البلاب. وبديت الأغصان الثانية كل ما تنمو أحرص أعلقها بالحبال، بس مو خيط بكرة، لأن خيط البكرة ينقطع. حتى لا تصير بالخطأ قريبة من عندي وأقطعها حرامات.
وهنا ما شاء الله دا أشوفكم الأوراق اللي دا تنمو بالجديد، لأن أني قررت شغلة البراسيتولا بعد شهر هم أنا بديت أعتمدها هذه كوصفة ثابتة. وبالنسبة للزرعة اللي حاولت أجذرها خليتها بهاي السندانة، بس شوية قللت من الثقب والتصريف، خليت بداخلها سندانة أصغر بلاستيكية، وخليت البتموس وخليت لها مجال حتى أزرعها. مستمرة بتصوير الفيديو بين فترة وفترة حتى المحتوى يكون يعني مفيد ومقنع. هنا أول ما زرعتها كانت مجرد ورقتين، بعدين راح تشوفون ما شاء الله همين كبرت وتفرعت. خليتها بصف السندانة الأصلية بعيدة عن الطباخ وقريبة من الشباك. وهنا بديت أشيل الطبقة السطحية من التراب، همين نعطيني هاي المعلومة إنه يصير بها أملاح، وأغيرها بطبقة جديدة. يعني هي سندانة صغيرة والزرع يحتاج تغذية، فأنقل دائما من التراب القديم وأضيف تراب جديد بعناصر إضافية، لأن هي بمرور الوقت راح تستهلك المادة الموجودة بالسندانة وتحتاج مواد إضافية. وهاي هنا شوفوها ما شاء الله من كبرت وبدأت تظهر بها أوراق صغار. ضفت لكم محتوى ثاني لأن هذا الفيديو قصير، عبارة عن شتلات جتني هدية بمناسبة عيد ميلادي، فمن دا أزرعها قلت خلي أصور الفيديو وياكم. هي همين فرصة أشوفكم منظر السنادين اللي زرعتها بآخر فيديو نزلته عن الحديقة بالقناة. شوفوها شلون كبرت، قلت لكم هي راح تنتشر وتظهر بها أزهار. هنا الحمد لله كبرت، هاي تراك العروس، وهنا هاي دمعة الطفل، وهاي نوع من أنواع المكحلة. هذا زرع متدلي، شوفوا ما شاء الله شلون كبر، من زرعته كانت شتلة صغيرة. هذا النوع ممكن يعلقوه بالسقف. وهذني السنادين اللي ما ينجح الزرع بها هي اللي راح استفاد من عندها وأزرع بها الشتلات الجديدة. وحتى هذني الصبيغات شاركتكم بالفيديو الأخير طريقة إكثارها، هي همين كبرت ما شاء الله. هو الصبيغ بالربيع تبدي تظهر بفروع خضرة فاتح وملسة مو تشكشك. هاي دم الغزال دائما أشتريها وأغيرها بين فترة وفترة، وأعتقد هذه الزهرة من نوع دائمي. وهذني الشتلات طول لها شهر شهرين تقريبا. هاي الأجراس. وهنا عندي عين البزون، هذا ينتشر همينه كلش، عنده قابلية يكبر، فاشتريت له سندانة بعدين لأن ما كانت متوفرة حاليا. وما شاركتكم زراعة الجوري بالحديقة، مجرد السنادين. هذا زرع متسلق تظهر به أزهار. وهنا أنا عندي ورد الصباح، هواية مشاركتكم فيديوهات عنه. وهنا أخذت بعد من عين البزون حتى ينتشر أسرع بالسندانة، تجي بألوان حلوة مختلفة ومو غالية. سعر الشتلة الصغيرة فقط ب500 دينار. أتمنى حبيتوا فيديو اليوم، هو محتوى بسيط بس الزرع شي حلو يستحق المشاركة. شكرا ومع السلامة.